كل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان على الأبواب. كل سنة وكل الرمضانيين بخير، كل اللي منتظرين رمضان بخير. ربنا يجعله شهر سعادة وغفران ومحبة، شهر كله خير علينا كده، اللهم آمين. النهارده جايبه لكم غدا بسيط للناس المستعجلين، الناس اللي مش فاضيين، الناس اللي عندهم أي ظروف مش لاحقين يعملوا أكل، حاجة كده موفّرة في آخر الشهر. خلاص بقينا في آخر الشهر وعايزين حاجات موفّرة نمشّي بيها نفسنا لحد ما الشهر يخلص ونقبض إن شاء الله. فممكن نعمل حاجة بسيطة زي اللي إحنا عاملينها، سلطة الطحينة موجودة في البيت، الطحينة بنعملها على طول. الفول بنعمله برضه ونسيبه أكياس ونعينه في الفريزر. حاجات بسيطة نعملها وتمشّي يومنا ونعدّي ونوفّر ونعمل حسابنا إن شاء الله إن الشهر يعدّي علينا من غير ما نحتاج حاجة ولا نستلف ولا الكلام ده كلّه. ربنا يا رب يجعل حياتنا كلّها بركة وخير، ربنا يجعل بيوتنا دايمًا كده عمرانة بكل خير، ربنا يجعل بيوتنا مستورة. ادعوا دايمًا بالبركة إن ربنا يبارك لنا في مالنا وفي أولادنا وفي بيوتنا. البركة مش بتخلّينا محتاجين حاجة خالص، بتخلّي أقل حاجة في البيت في آخر تكفيكِ. الشهر كله مزنوق. الميزانية اللي إحنا عملناها وقُلنا نرتّب فلوسنا ونرتّب مصروفنا على أساس إن كل أسبوع لينا مبلغ معيّن ما بنطلعش منّه، ما بنحتاجش للمبلغ اللي بعده ألا ما ده يخلص، بنكفّي أسبوعنا بالفلوس اللي معانا. بس لازم في آخر الشهر بييجي كده حاجات تحسّي إن هي بتاخد من الفلوس، بتاخد من المصروف، بتخلّيكِ في آخر الشهر مش ما أنتيش عارفة تمشّي نَفْسِك إزاي. فممكن نمشّي نَفْسنا إن إحنا نعمل أكلات موفّرة، أكلات ما تكلّفناش كتير، حاجات نبقى عاملين حسابنا كده إن إحنا شايلينها كده للزنقات. يعني زي ما أنا قُلت الفول اللي إحنا بنعينه في الفريزر، عجينة الطعمية، الحاجات دي كلّها بتمشّي كده الدنيا، وبتخلّي اليوم يعدّي وأنتِ برضه مأكّلة ولادِك أكل مغذي وكويس، ما أهملتيش فيهم. وفي نفس الوقت برضه بتوفّر معانا كتير. يعني مثلًا عملت النهارده تونة، التونة دي عليها عرض في السوبر ماركت ال4 ب110، ال4 علب ب110، يعني العلبة الاتنين ب55 جنيه، يعني العلبة الواحدة واقفة على 27 جنيه، فما فيش توفير أكتر من كده. يعني لو جبتِ علبتين تونة زي كده وعملتيهم على شوية طماطم وفلفل وبصل، إحنا بنحبها سلطة تونة كده، وليمون شوية ليمون كده، شوية ملح، شوية فلفل، وكمان باحب أحُط على التونة شوية زيت زيتون، عشان أنا الأول باصفّي التونة دي من الزيت اللي هي فيه، اللي هو بيبقى كُلّه مواد حافظة والكلام ده. فباحاول إن أنا أصفّي على قد ما أقدر، وبعدين بقى أحُط شوية زيت زيتون كده يدّوها طعم، شوية ملح، شوية فلفل، شوية ليمون، بتبقى طعمها حلو جدًا. ممكن كمان تضيفي لها ذرة، الذرة الحلوة المسلوقة دي بتبقى برضه حلوة جدًا معاها. وفي ناس بيحط لها مايونيز، ممكن تحطّي معلقة مايونيز، الحاجات اللي ممكن تغيّر طعمها والأطفال يحبوها ويرضوا ياكلوها. باعملها مثلًا العلبتين التونة دول مثلًا مع كيس فول من اللي إحنا مطلّعينه من الفريزر، نحطّه كده يسخن ونحط عليه برضه شوية كمون، شوية ملح، شوية فلفل، شوية ليمون، شوية طحينة، شوية سلطة طحينة جنبهم، شوية خضار في البيت، أي خضار، بقت وجبة متكاملة فيها بروتين وفيها خضار وفيها حاجات حلوة ت ت ت يعني إيه، تفيدهم، وما تخلّيش وما تخلّيهمش على طول يعني جعانين أو حاجة. لأ، ده وجبة كويسة جدًا، تكفي اليوم، تكفي الغدا. ممكن تعمليها عشا برضه لو كان فيه في يوم أنتِ مفوّتة مثلًا في الغدا وجعانين في العشا، ممكن تعملي أكلة زي دي، مش مكلفة خالص. وزي ما أنا قُلت دي زنقة آخر الشهر، أكلات زنقة آخر الشهر، أكلات كده بنخلّيها تمشّي معانا آخر الشهر عشان نعدّي الشهر كده وإحنا مستورين ومش محتاجين لحد ولا بنستلف فلوس من حد ولا حاجة خالص. الحاجات اللي باقية من تسوية آخر أسبوع، الحاجات اللي باقية عندنا في التلاجة، أي حاجة بنمشّي نفسنا بيها. وأهو يوم وبيعدّي، ربنا يجعلها أيامنا كلّها سعيدة يا رب وخير وبركة، اللهم آمين. ويهِل علينا شهور الخير بالبركة والستر كده يا رب، اللهم آمين. خلاص إحنا ما فاضلش غير أيام على رجب،
استعدوا كده من دلوقتي لرجب وشعبان ورمضان أحلى أيام في الدنيا، استعدوا كده زي ما قُلنا بالسُنَن والأذكار، عوّدوا نفسكم من دلوقتي على السُنَن والأذكار والحاجات الحلوة، عشان ربنا يكرمنا كده وندخل رمضان وإحنا مستعدين للعبادة كده، ومستعدين كده إن إحنا نضغط نفسنا في العبادة، وفي الصيام وفي قراءة القرآن وفي الصلاة، وفي كل حاجة حلوة. يا رب هِلّوا علينا يا رب بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين. وكل سنة وأنتم طيبين، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة، وإن شاء الله كل يوم ننزّل فيديوهات جديدة. كل سنة وأنتم طيبين. وحاوينا الضغط يا رمضان وحاوي